السلام عليكم، يسعد صباحكم أصدقائي وأحبابي. بدنا هلأ ندردش سوية بمعيدكم حول الفيلم You Can't Do It Alone، لا تستطيع القيام بذلك وحدك. أول شيء خلونا نشوف المقطع الأولاني اللي اشتغلته من فترة وبنرجع بنحكي، لأنه يعني في مثل المسابقة، بدي أعمل مسابقة، فبتمنى تستمروا معي لنخلص من الفيديو إن شاء الله. هلا شفنا نحن المقطع، هو عبارة عن دودة بتكون نايمة، بتسمع صوت سياراتك، تشحيط سيارة كذا وحادث، تفز بتشوف شو فيه، بتلاقي انه في سيارة او اكثر من سيارة كمان، يعني عاملين حادث مكسرين وكذا، وانه في بالطريق جورة، فبتقرر انه تنزل هي تصلح الجورة لحالها. لكن عمليا انا ما كملت الفيلم لانه ما كتير عجبتني الفكره يعني. تمام. فبعد ما خلصت فيلم المصير مع النمله اللي بتطلع بتدور على البحيره مشان اولادها وزوج اولاده وزوجته اللي تركهم بدون اكل وبدون شرب. بعد ما خلصت الجزء الاول هلا بدي كمل ان شاء الله الفيلم الاولاني، تستطيع القيام بذلك وحدك. طبعا ما حقدر هلا يعني كمل الجزء الثاني فيلم المصير، لانه حقيقه بده دعم مادي، يعني بده شغل المشاهد القادمه بالجزء الثاني، مشاهد فيها حركه، فيها شغل اكثر بكثير من المشاهد بالجزء الاول، فعمليا ما في هلا مجال، فبدي كمل هلا بهذا الفيلم اللي هو تستطيع القيام بذلك وحدك. نفس البطل اللي هي الدودة، تمام، لكن مختلف السيناريو مختلف نوعا ما، والمشاهد مختلفة. هلا هي ضمن غرفة تحت الأرض نايمة على السرير، فبتسمع صوت هيلب مي أو ساعدني، يعني حسب بالإنجليزي أو بالعربي. فلما بتصحى من الصوت هي عم تسمع صوت ساعدني، بدها تطلع هلا من على السلم، تمام، بدها تطلع على السلم لهيك صحيانة، تمام. تصحى وتطلع على السلم تشوف شو فيه، تمام. المسابقة هي انه حدا بده يكتب سيناريو الاحداث اللي بعد ما هي تطلع الدودة، هي تطلع على السطح وتشوف مين اللي عم ينادي، هل هو قطة، هل هو ارنب، هو عصفور، سلحفاة، ممكن تكون دودة تانية وقع بمشكلة، فبدها تطلع تنقذها هي الدودة. ف حدا بده يكتب القصة، كمالة القصة، طبعا بينذكر اسمه ككاتب قصة بالفيلم إن شاء الله، وفي له جائزة إن شاء الله لا بأس فيها. يعني المسابقة أو النص القصة تبعت لي إياها على الخاص، إما على الماسنجر أو على واتساب. بتمنى نكون فهمنا شو الترتيب، شو اللي بدنا نساويه، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.